واش الدراري رجعنا لكم فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسله ديالنا ديال 4 طرق للربح من الانترنت. في الحلقه اللي قبل كنت قدمت لكم الطرق السبعه كاملين، واليوم غنبدا بتقديم الطريقه الاولى، الطريقه الشهيره هي صناعه المحتوى الرقمي. تيك توك، انستغرام، التيدرادي. التيدرادي راه كتكون مرتبطه بانستغرام، غتكونوا كاملين عارفين. المهم نقرا لكم هذه المقدمه هذه. قال لك: هل تعلم ان اي شخص يمكنه تحويل شغفه الى مصدر دخل حقيقي؟ هذا هو السؤال. واش انت عارف بلا راه يقدر اي واحد يدخل لهاد السوشيال ميديا ويبقى يبارطاجي وداكشي، وكاينين شي وحدين تيخافوا ما عرفش تيسحب ليهم هاد صناعه المحتوى شي حاجه. راه والو، راه غير خاصك غير مايك، تقدر بيتي تبين وجهك، تبينو بيتي لما كتحط كاع الجرأة باش تبين وجهك. تقدر غير تشرح بحال ما هكا، ولا انت اختار كاع محتوى ديال شخص اخر تبارطاجي، فهمتي؟ باش تقدر على الاقل تجمع واحد الحجم ديال المتابعين، باش من تماك تغير المحتوى وتولي انت تلوح المحتوى ديالك. تيكون هذا بلان زوين يعني الاشخاص اللي يلاه بادين. المهم راه حتى انت قادر تبدا صناعة المحتوى وتيكون من هادشي علاش انا درتو في الطريقه الاولى، حيت راه احسن بالنسبه لي، هو احسن طريقه للربح من الانترنت. هو كاين طرق اخرى ولكن بالنسبه لي انا كل واحد عنده راي ديالو. المهم تيقول لك: الانترنت اصبح ساحه ذهبيه لصناعه محتوى الذين يعرفون كيف يسلطون الضوء على موهبتهم ومعرفتهم بطريقه جذابه وملهمه. المهم الا انت يا المشاهد، الا كانت عندك شي موهبه ولا راه خاصك تبدا من دابا يعني. المهم كنتي تعرف الديزاين، يمكن لك تبدا تعلم بنادم الديزاين، تعرض الخدمات ديالك. يعني راه كتكون منها صناعة محتوى ومنها تعرض الخدمات ديالك بجوج دقة واحدة. كتكون انت عندك تقريبا جوج مصادر ديال الدخل يعني. علاش صناعة المحتوى؟ غنقول لك علاش انا بلا ما نقرا هادشي. صناعة المحتوى حيت دابا كلشي تيسكرولي اصاحبي. دري عنده 12 عام تلقاه تيسكرولي، 13 عام، 50 عام، 60 عام، كلشي دابا عنده التليفون، كلشي داخل هاد المواقع التواصل الاجتماعي. خاصة هنا في المغرب عاطيهم نجم الساعة كتلقى كلشي مكبوب على هاد انستغرام هذا. راه نقدر نقول لك 70% ديال المغاربة عندهم انستغرام، و90% عندهم الفيسبوك، واليوتيوب تا هو بلا ما ندوي على اليوتيوب راه تيتفرجوا فيه بزاف. خاصة الناس ديال اللي عندهم شي حاجة شي موهبة ولا راه تيبرزوها تما في اليوتيوب. راه كاين بزاف تصنع المحتوى مغاربة. المهم كاين هاد الكثيرات السبة هادي ديال تكياري في البداية. عرفتي يقول لك راه ما عنديش تليفون واعر باش نبدا، ما عنديش كذا، ما عنديش كاميرا، ما عنديش شي حاجه. اخويا انت ما تبدا لنا بوالو، بدينا بتليفون ريكوردي فيديو. ولا شوف انت ما تريكورديش كاع، انت تيليشارجي فيديوهات ديال شي واحد وعاود بارطاجيهم وجرب. انت غير جرب الطريقه هذه. عموما صراحه من احسن الطرق اللي تجيني انا الشخص يلاه بادي. قالك: العائد يمكن ان يكون مستمرا مع نمو القناه او الحساب. آه العائد هو الفلوس اللي غتولي تدخل. كيتما غادي كل ما القناة غادي كطلع، كل ما الفلوس ديالك غادوك تتزاد. يعني بحال الفيسبوك، كل ما كان عندك متابعين كثر كل ما تزيد تخلص كثر، فهمتي؟ كل ما الصفحة ديالك كتولي تطلع للناس بزاف يعني. المهم نعطيكم شي امثله. المهم في الاول خرج شي قناة صغيرة على اليوتيوب. نعطيكم واحد المثال.
قال لك شخص بدأ بتقديم نصائح بسيطة على تحسين الإنتاجية، واليوم عنده أكثر من 1000 مشترك، وكيجني أرباح من الإعلانات والرعاية. المهم أي شخص شوف، أي شخص في يوتيوب فيه 100,000 مشترك راه تيربح من الإعلانات وتيربح من هاد الرعاية. أنا صراحة ما عرفتش شنو المعنى ديال هاد الرعاية، اللي عارف يعطينا يعطينا الشرح في التعليقات ديال المعنى ديال الرعاية. أنا ما عرفتوش. المهم الإعلانات راه معروفة، راه تيتواصلوا معك شركات دير لهم إعلان وداك الشيء. المهم حساب تيك توك تعليم. بما ذكرنا هاد حساب تيك توك، غنقول لكم واحد القضية. كاين تيك توك بيتا. هاد تيك توك بيتا هذا تيخلصك، يعني تتولي تبارطاجي فيه تيخلصك. راه الدراري تيضربوا فيه الصرف دابا حاليا الدراري تيضربوا فيه الصرف. غير دخل انت، تدخل الفيسبوك تكتب تيك توك بيتا موروكو، يطلعوا لك جروبات فهمتي ديال الناس مغاربه خدامين في التيك توك بيتا، ومنه تستافد. راه مزيانه التيك توك بيتا والله. انا باقي ما عمرني جربته، ولكن داخل الجروب فيسبوك تنشوف الدراري تيدخلوا الصرف منه. المهم قالك فتاة تشترك وصفات سريعة. هذا مثال. وصفات سريعة للطبخ مع الوقت حصلت على عقود مع شركة الأغذية ودخلها تجاوز ما كانت تكسبه من عمليات تقليد. قالك السي شي فتاة عندها موهبة ديال الطبخ. مع الوقت فهمتي بدات تطبخ بزاف، تتواصل مع شي شركة ولا تدخل اكثر من داكشي اللي كانت تدخل من العمل ديالها يعني. ولا تدخل اكثر مع هاد الشركة اللي تواصلت معاها، وفهمتي حتى قدرت الموهبة ديالها. وعندك التياتر. قلت لكم هاد انستغرام مرتبط بالتياتر، راه تطلع لكم. الا دخلتي البروفيل ديالك في انستغرام تلقى واحد اللعيبه ديال التريدر، تلقى في البروفيل ديالك. قالك انشاء محتوى ملهم وتحفيزي يمكن ان يجذب الالاف متابعين، والربح ياتي من تعاون مع عالم التجارة. بلان هذا واش تشوف. هذا هو بلان كنت ندير انا. انا ما تنكذبش، انا هاد الصفحه هذه دايره باش نجيك للواقع. هاد البلان هذا هو اللي داير انا. كانت عندي باج داكشي ديال التحفيز فهمتي، تنبارطاجي فيها محتوى تحفيزي، كنت تنبارطاجي فيها داك اندروتيت وداكشي. المهم حتى درت كتاب الكتروني قاديته. بكره كتقاد بي دي اف يعني، وتتقاد فيه شي 40 صفحه ولا. قلت قاديته وبديت تنشر فيه، خاصه مع كانوا عندي متابعين اجانب يعني فهمتي. مع المحتوى ديال الانترسي كنت محتوى انجليزي. كنت تقريبا عندي شي 70 كنت تقريبا نقول لك شحال صورت من داك الكتاب، وما غنكذبش عليكم تقريبا 2000 درهم. 2000 درهم 2500 بحال ما هكاك. كنت صورت من كتاب واحد تنقول لك. وكان تقريبا كان بزاف ديال الكليك. تقريبا دخل عندي شي 2000 واحد يدخل عندي. عرفتني 2000 واحد تجيب منا 2000 درهم. راه والله كنت تصدمت انا ديك اللقطه فهمتي. وموراها كان حيدوا لي الباز. كنت لحت واحد الفيديو صافي حيدوا لي، داروا لي ابلاغ صافي حيدوا لي الباج بشكل نهائي. المهم عاودت حاجات اخرى. الخطوة العملية حدد المجال الذي تحب ويمكن تقديم القيمة في تعليم والتحفيز. المهم هذا الطرق اللي تقدر تبارطاجي في انستغرام. شوف انت شي مجال تعجبك فهمتي، شوف شي واحد بارطاجي داكشي ديالو صافي. من تما تتولي تبارطاجي فيه يعني فهمت. وكاين هاد الطريقة اخرى ديال قالك كتختار شي منصة الانسب للجمهور ديالك. المهم الا كنتي تعجبك تبارطاجي فيديوهات طوال، راه يوتيوب راه احسن حاجة. داكشي علاش انا بديت يوتيوب، حيت بدا نبارطاجي فيديوهات طوال. كاين تيك توك وانستغرام وداكشي. المهم هادو بجوج عندهم نفس الساعة الفيديوهات القصار، وكيف فيهم حتى التفاعل فهمتي. تقدر كل نهار تبارطاجي فيديو يعني ما فيهمش. ماشي بحال يوتيوب اللي بديت كتبارطاجي كل نهار غيهبطوا لك الصفحة يعني ما تبقاش تطلع بزاف فهمتي. ماشي بحال انستغرام راه كتبارطاجي انا 4 الفيديوهات في النهار. داكشي علاش طلعت الصفحة بواحد الشكل اللي خيالي. انتم جربوا هاد القضية ديال انستغرام، جربوا اختاروا دابا غتدخل غتلقى باج سميها. المهم كتقلب على قنوات تحفيزية موجودين. الا ما قدرتيش كاع سول شات جي بي تي يقول لي عطيني قنوات تحفيزيه في انستغرام، راه يكتب لك وانت تدخل غير نيشان فهمتي. تدخل شوف داكشي كيف داير.
وعندك رقم 3 قالك انشئ خطوات بسيطة فيديوهات اسبوعيا. اشوف انا عندك، انا نقول لك انشئ خطة. لو كنت تنشر في انستغرام والتيك توك كل نهار فيديوهات، شوف ما عليك كل نهار فيديوهات وبدات القضية هذه وجرد عليا. الا ما صدقاتش صافي، شوف الا ما صدقاتش ما تبقاش تفرج فيا كاع انت، فهمتي؟ نسى كاع انت هاد الفيديو هذا، دير ليا بلوك ليا الباج. شوف المهم دير حساب يعني. المهم خاصك تتعلم. انت تدخل اليوتيوب دابا، انت داخل اليوتيوب فقط تقلب على تحسين الوصول السي او والعناوين الجذابه. هاد اللعيبه هادي كتخليك المهم هاد اللعيبه راه وليتي دير شات جي بي تي، راه تمشي تعطيه تقول لي شي عنوان وكذا يعطيك داك الشيناط، يعطيك الطاقات، يعطيك كلشي. ولا بغيتي تقلب عليها في اليوتيوب قلب عليها، يعني راه كاينين دراري تشرحوا هاد القضيه هادي، راه موجودين، تلقى راهم فيديوهات خاصه المصريين. المصريين راه تلقى ناطر شي فيديو في 2016 يشرح لك فيه، ولا شي هندي الفيديوهات هادو ماشي استهزاء بيهم، غير في اطار الضحك وصافي. اما راهم واعرين صراحه المصريين والهنود اخويا، راه من احسن الوحدات اللي تيضربوا الصرف من السوشيال ميديا بلا ما نكذب على راسنا. المهم خاصك شوف انت شي فيديو فهمتي كتبارطاجي يطلع لك ترند، بحال دابا انتروديت كيدوي على شي قضيه، فهمتي؟ يعني ديك القضيه غتلقى اندرويد تيدوي عليها بزاف، يعني انت غتشد الرقم ديال الفيديو غتبقى تلوح على ديك القضيه، حيت ديك القضيه اللي طلعت لك فيها هذاك، طلع لك فيها داك الفيديو ديالك، يعني غتبقى تبارطاجي فيديو بحال هما غيطلعوا. المهم واحد النصيحه تحفيزيه لكم الدراري، قال لك لا تنتظر ان يكون محتواك مثاليا في البدايه. يعني ما تحتاجش اخويا تكون عندك كاميرا ناضيه، يكون عندك الصوت، يكون عندك مايك خاسر، يكون عندك صداع في المايك، يكون عندك هذا. بدا اخويا انت غير بدا ولا عليك، فهمتي؟ وما تفقدش الامل، فهمتي؟ يعني في الاول ما كانش عندك محتوى وما تفقدش الامل، عادي عادي، اي واحد توقع في داكشي، يعني راه ماشي. شوف غير يشو سبيد اللي كلشي عارف، سير قلب على كيفاش بدا، كيفاش كانت امو ما حاملاش، كيفاش القضيه ديالو مع باه، وسير قلب على القضيه هادي. المهم قال لك في كل فيديو وكل منشور هو خطوه نحو الجمهور الكبير. يعني كل فيديو كتقاد، كل ما زدتي الفيديوهات اكثر كل ما تتجمع جمهور اكثر، واش فهمتي؟ قال لك والنجاح يبدا من اول محاوله، يعني انت بديتي المحاوله الاولى يعني النجاح ديالك غيتم من غاد. ايوا غنعطيكم واحد واحد الجمله من واحد الديسك ديال now or never. قال لك if I could do it then why can't you. if I could do it مني انا قادر نديرها، اذا then why can't you، اذا علاش ما تقدرش. يعني الدراري فهمتي ديما تكونوا موتيف، يعني تكونوا محفزين راسكم براسكم يعني، وان شاء الله غتوصلوا داكشي اللي باغي. راه حنا بدينا من والو ودابا الحمد لله راه تنشوفوا بعض النتائج. وكنتمنى لكم الدراري نتوما ان شاء الله النجاح، وغير ما تكونوش اشخاص سلبيين، ديما تموتيفاو الدراري، ان شاء الله غتوصل داكشي اللي باغي. يلا بسلام عليكم الدراري، ونتلاقاو في فيديو جديد.